أحد متابعينا الأبطال طلب مننا نعمل فيديو عن الثقوب السوداء. تخيل إنك طاير في الفضاء وفجأة تلاقي حاجة سوداء، حاجة ضخمة ومرعبة، مش بتنور، مش بتصدر صوت، كأنها حفرة في قلب السماء. ودي مش خيال علمي، دي فعلا حقيقة. دي حاجة اسمها الثقب الأسود، وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص الثقب الأسود، من أول إيه هي وإزاي بتتكون لحد لو دخلت فيها ايه اللي هيحصل، وهل ممكن نستخدمها في المستقبل ولا لا. عايزك بقى تربط الحزام علشان احنا على وشك نغوص في اعمق واغرب سر في الكون. اولا، ايه هو الثقب الاسود؟ الثقب الاسود هو مكان في الفضاء الجاذبية فيه قوية جدا لدرجة ان الضوء بنفسه ما يقدرش يهرب من الجاذبية بتاعته. يعني ببساطة لو دخلت جوه الثقب الاسود مفيش رجوع تاني، واسمه جه من كده لأنه سواد، مفيش نور بيطلع منه خالص. الثقوب السوداء بتتكون لما نجم ضخم بيخلص الوقود اللي جواه وبيبدأ ينهار على نفسه، والجاذبية بتسحبه من جواه لحد ما يتحول لنقطة صغيرة جدا وكثيفة جدا. النقطة دي الجاذبية فيها لا توصف وبتشفط كل حاجة حواليها. في كذا نوع من الثقوب السوداء: الثقوب السوداء النجمية، ودي بتتكون من موت النجوم، وفي الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، ودول لسه مش معروفين كويس لينا كبشر. وفي الثقوب السوداء العملاقة، ودي بقى اللي في قلب كل مجرة تقريبا، زي الثقب الأسود اللي موجود في مجرتنا والمعروف باسم ساجيتاريوس. فلنفترض بقى ان انت وصلت للثقب الأسود ده وبقيت قريب منه جدا، فيا ترى ايه اللي هيحصل لو رحت هناك؟ لو قربت من الثقب الأسود هتدخل منطقة اسمها أفق الحدث، ودي النقطة اللي مفيش بعدها خروج. لو دخلت جوه جسمك هيتمدد بشكل رهيب بسبب فرق الجاذبية بين رجلك وراسك، يعني من الآخر جسمك كله هيتحول لمكرونة طويلة. طب هل الثقب الأسود ده بيبلع كل حاجة؟ خلينا نقول إنه مش بالضرورة. لو حاجة عدت من جنبه من بعيد ممكن تعدي بسلام، بس لو قربت من أفق الحدث كده يبقى خلاص هتتشفط. كمان في نظرية بتقول إن في حاجات بتتسرب من الثقوب السوداء اسمها إشعاع هوكينج، وفي الحقيقة لسه العلماء بيدرسوه. شفنا في أفلام كتير إن الثقوب السوداء ممكن تبقى بوابة للسفر عبر الزمن، فهل ده حقيقي؟ في نظريات بتقول إن الثقوب السوداء ممكن تفتح بوابات لكون تاني أو حتى زمن تاني، بس مفيش دليل فعلي على الكلام ده لحد النهاردة. كل دي نظريات مبنية على حسابات فيزيائية، بس كل يوم عن اللي قبله العلم بيتقدم، وممكن يوم من الأيام نعرف أكتر. وممكن واحد يفكر هنا ويقول، هل ممكن نستخدم الثقوب السوداء في المستقبل؟ فالعلماء بيفكروا إن ممكن الثقوب السوداء تبقى مصدر طاقة رهيب، أو حتى نستخدمها كوسيلة تنقل في الفضاء. بس طبعا ده محتاج تكنولوجيا متقدمة جدا، ولسه لحد النهاردة في مرحلة الخيال العلمي. طيب هل ذكرت الثقوب السوداء في القرآن أو حتى الأساطير؟ في ناس بتربط بين الثقوب السوداء وآيات في القرآن، زي الآية الكريمة اللي بتقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وبيقولوا إن دي ممكن تكون إشارة ليها. وكمان في الأساطير القديمة كان في كائنات بتبلع السماء والأرض، وهي ممكن تكون خيال مستمد من ظاهرة شبيهة بالثقوب السوداء. ومن أشهر الثقوب السوداء اللي اكتشفناها ساجيتاريوس A، وده موجود في قلب مجرتنا. وفي الثقب الأسود M87 اللي اتصور أول مرة سنة 2019، ودي كانت أول صورة حقيقية لثقب أسود. كمان في الثقب الأسود سيجنوس X، وده أول ثقب أسود اكتشفناه. وفي الحقيقة الثقوب السوداء لسه من أكتر الظواهر غموضا في الكون. كل ما نعرف عنها أكتر نكتشف إننا لسه معرفناش عنها أي حاجة، ويمكن يوم من الأيام نقدر نستغلها، أو يمكن نكتشف إنها مفتاح لأسرار أكبر بكتير. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي بتحب العلم والمعرفة. واستناني في الحلقة الجاية في حكاية جديدة ومعلومة أغرب. ولو عندك اقتراح لفيديو معين اكتبه لنا في التعليقات. وبس كده، سلام. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.